السلام عليكم واهلا بيكم فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هيبقى فيديو صغير هحطه في الشورتس ان شاء الله. كان في حد طلب منكم ان انا اعلمه ازاي يعدي الابيسود اللي هي 631 الفايت بتاع الديمون كينج. شكرا جدا جدا على الكومنت بتاعك. انت مش متخيل هو فرحني قد ايه، مش متخيل كمان طلبك ده فرحني قد ايه. هديك التيم اللي ممكن تعدي بيه، لان هو ده التيم الوحيد تقريبا اللي ممكن تعدي بيه. زي ما انت شايف قدامك كده، فراودرين وريد ميلاسكيلا، جرين كينج او ارثر. انت لو معكش جرين كينج مش مشكله خالص، حط كينج العادي. هو اي كينج بيبقى شغال عادي جدا. هو كينج بيبقى مطلوب في الفايت ده، فلازم تحطه كينج كينج. تمام، اي كينج مش تفرق، وحطه في الباك لاين وخلي معاك ارثر. او اي شخصيه عندك بتعمل ديبليت للالتيميت موف جيج. زي كده، زي ما انت شايف كده، محتاج الكارت ده يبقى معاك، لان اول فيز على طول بعد ما الديمون كينج بيضرب بيجي له التيميت موف. فانت لو الالتيميت موف دي اتضربت هتعمل لك وايب. خليني اشرح لك بقى ايه اللي بيحصل. الديمون كينج بيفضل يتارجت فراودرين عشان هو اقل هيلث في فيهم كلهم. انت زي ما انت شايف كده، انا عندي هو ليفل 1. ريد ميلاسك الباسف بتاعتها بتشتغل، بتقوم بتفضل معيشه فراودرين، وديمون كينج بيفضل يضربه. بتقوم انت مستخدم الريفلكت بتاع فراودرين عشان يعمل دامج على الانميز. زي ما انت شايف كده بيعمل ريفلكت 60% دامج تيكن على الانميز، وكل ما تقوى كل ما الدامج يزيد. فده تيم برضو ممكن تلعب بيه، يكون حلو قوي. انا هلعب بالتيم كده بالظبط. مش لازم احط ارثر في الباك لاين، ممكن احط اي حد، بس زي ما انت شايف كده انا حبيت اوريك ايه ممكن تلعب باي شخصيه منهم قدام. ومش يعني عايز اشكرك تاني على الكومنت بتاعك، كان حلو قوي وعجبني. يا ريت لو عندك اي طلبات تانية اكتب لي بيها كومنت، وانا ان شاء الله هنفذها. ويلا بينا على الفيديو على طول. دلوقتي بقى هوريك الرن اللي تقدر تكسب بيه. انت في العادي هيضربك 3 ضربات، هياخد الالتيميت موف بتاعته. بس في يعني في وقت كده هيفضل ايه، هيضرب ضربتين وهيبقى نزل له كارد واحد ما عملش كومباين، فمش هيجيله الالت. مش لازم كده، انت ممكن عادي ينزل لك ايه الالت وتعمل ديبليت، بس ده السيناريو الاحسن يعني. انا نزل لي ليفل 2 ريفلكت، ورحت عامل ايه ضارب البيرس عشان مش محتاج اديبليت الالت زي ما انت شايف كده. زي ما انت شايف كده هيبدأ يضربنا ويضرب نفسه في نفس الوقت. زي ما انت شايف كده هو ضربنا 3 ضربات، فالريفلكت كان ايه، يعني خد 3/4 هيلثه حرفيا. بعد كده هنقوم ضاربين الديبليت كارد زي ما انت شايف كده، وسبت ديبليت واحدة عشان لو لا قدر الله ما قتلش نفسه في الضربتين الجايين. انت طبعا مش هينزل لك الرن ده من اول مره، انا جربت كذا مره ورحت ايه سجلت الرن اللي كسبت فيه، عشان ايه ما اطولش عليك الفيديو ويبقى قصير وسريع. زي ما انت شايف كده هيضرب نفسه ضربه واتنين وهيقوم موت نفسه. طبعا الاستراتيجي دي يعني رهيبه جدا، بالذات الفايت ده اللي هي معموله عشان الفايت ده حرفيا. ريفلكت دامج زي ما انت شايف كده 16000 وشويه، فكسبنا حرفيا من غير ما نضربه. فاهمني؟ ده بتبقى اسهل طريقه لتكسب الديمون كينج. ويا ريت لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولو ليكوا اي طلبات تانية يا ريت تسيبوها لي تحت في الكومنتس. وسلام.